السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة الناس كلها شايفة رياح الخمسين والعفار، وإحنا كبني آدمين مش عارفين نمشي في الشارع ولا عارفين نعمل أي حاجة. تمام. وطبعا شايفين كمية الأتربة عاملة إزاي. طبعا الحمام زيه زينا على فكرة. فأنت كده هتطلع عند الحمام هتلاقي عندك الحمام ممكن يكون عنده تنفسي خفيف، في حمام بينهج، في حمام عنده التهاب دمعة عين. تمام. فانت دلوقتي هتجري على طول على المضاد الحيوي وتقول انزل مضاد حيوي، وده اكبر غلط. طيب الصح ايه يا ابو هاجر؟ الصح ان انا ممكن احط موسع شعب هوية عادي. يعني لو عندك فينادون شراب او اولفانت، ممكن ان انا احط منه وانزل للحمام 5 سنتي على اللتر. تمام، ده موسع شعاب هوائية. طيب لو انا مش عايز احط ادوية خالص يا ابو هاجر اعمل ايه؟ عادي يا فندم، ممكن تحط حاجة فيها فيتامين سي، اي حاجة فيها فيتامين سي بشري. تمام، اللي هو الفوار اللي فيه فيتامين سي. او لو عايز تحط حاجة من البيت، يبقى هتحط على مثلا على كل لتر مية ليمونة، اعصر ليمونة، ليمون عادي بتاعنا، ومسق للحمام وشرب الحمام. هتقول لي طيب وانا لقيت العين عندي محمرة وفيها التهاب دمعة عين. هقول لك ما تعملش حاجة. تمام، وبكرة اول ما الجو يتحسن اغسل العين بمية عليها بيتادين او عليها يود. تغسل العين تمام كده يا فندم بمية عليها بيتادين وعليها ايه؟ يود. ما تديش مضاد حيوي، لان المضاد الحيوي يا جماعة في الوقت ده خطر. كده كده مناعة الحمام عندنا كلنا صفر. تمام، مناعة الحمام كلها تقريبا صفر دلوقتي بسبب تغيرات الجو اللي احنا شايفينها، وبسبب الفيروسات اللي موجودة في الجو. فاحنا نعمل ايه يا جماعة؟ نبتدي ان احنا نحافظ على صحة طيورنا بالمواد الطبيعية. لكن مضاد حيوي انا ضدها الصراحة، ضد المضاد الحيوي. تمام. ولو لقيت اي حالة عندك ظهر فيها اي شيء مش عاجبك، عدم اتزان، فرد حمام ماشي متيس، فرد حمام بيشرب مية كتير، خده اعزله بعيد عن حمامك في الجو ده، لان برضو الغبار ده والهواء ده محمل بالفيروسات. يعني تمام، الفيروسات كتير جدا الايام دي. فديني بكرر لك اهو، اوعى تدي وتتسرع تدي مضاد حيوي. ماشي كده، وربنا يسترها عليكم جميعا. وحاول تقفل تيارات الهواء، تيارات الهواء تتقفل دلوقتي يا جماعة. شكرا جدا.